المغرب اصلا بلاد سخون، ولكن هذا الصهد راه بعيد كل البعد على الصهد اللي مولفين عليه. والسبب الكبير هو واحد المشكل اللي في نظري ما كندويش عليه بزاف، اللي هو تغير المناخ. غادي نحاول نبسط هذا المشكل اللي ضخم واللي كيبدل العالم اليوم ومازال غيبدلو. احنا كاملين عايشين فوق الكره الارضيه وكنتنفسوا الاكسجين، وفي الجو ديالنا كاينين غازات مختلفين، ومنهم اللي كيمكنوا الارض تشد السخونيه وهما اللي كيشكلوا الجو. هاد الغازات بحال السي او 2، الميثان، بروتوكسيد دازوت كيجيو من مصادر طبيعيه، مثلا البراكين، تنفس الكائنات الحيه والبحور. ولكن بداو كيتزادوا بصح مع الثوره الصناعيه. كل ما بدينا كنستعملوا المحروقات كل ما بداو كيتزادوا. اليوم كاع المجالات عندها واحد المساهمه في ازدياد هاد الغازات، من الصناعه، التنقل، الفلاحه، البني. هاد الغازات الا فاتوا واحد القياس اللي طبيعي كيتسببوا في الاحتباس الحراري اللي كنعرفوه اليوم. يعني الحراره كتزاد على العموم في الكره الارضيه وكتسبب في مشاكل كثيره بحال تغير المناخ. يعني كيولي الصيف سخون وطويل، ما كتبقاش تجي الشتاء بزاف، وكيتزادوا العواصف. وهادو كلهم مشاكل شفناهم هاد السنين الاخرى في المغرب، وما كتمثلش حتى 0.1% ديال المشاكل اللي غيخلقها الاحتباس الحراري في المستقبل.